اهلا بكم في حلقه جديده من قناه فخراني. النهارده معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده هو عباره عن بعد غياب فتره طويله شويه. هتقولي غياب على ايه؟ بودكاست عن زملكاويه لسه نازل من اسبوعين، لو انت متابع هسيبه لك في الاي اللي فوق هنا. هتقولي غياب عليه؟ اقول لك غياب عن ان انا بعمل فيديوهات لوحدي، ان انا بقف في اللوكيشن وبتكلم لوحدي على الكوره وكل الكلام ده. اخر فيديو عملته كنت اتكلمت فيه تقريبا على ماتش سيراميكا والزمالك، وكان من فتره كبيره جدا، وعملنا برضه فيديو واتكلمنا فيه على اداره نادي الزمالك والمشاكل اللي كانت حاصله. النهارده احنا فيديو جديد شويه. يمكن الفيديوهات اللي انا كنت بتكلم فيها لوحدي دايما كنت دايما رايحه الانتقاد للمجلس او الانتقاد للفريق. النهارده الفيديو اللي انا فيه لوحدي ده هو شكر جدا في الاداره، وان شايف ان الاداره بدات شويه تمشي على الطريق الصحيح. طيب فيديو عادي زي ما شفت كده في عنوان الفيديو وفي الثامب نيل، ان احنا النهارده هنتكلم على صفقات الزمالك. الصفقات لسه شغاله لغايه دلوقتي، وفي صفقه لسه معلن عليها دلوقتي في وقت تصوير الفيديو. صفقات كبيره جدا، يمكن وانا بنزل الفيديو ده كمان يوم يومين هتلاقوا ان في صفقات انا ما قلتهاش، لان في صفقات شغاله كتيره جدا، كل يوم بنسمع خبر شكل. طيب خليني اقول لك ان النهارده الفيديو اللي انا هتكلم عليه هنتكلم على الصفقات اللي الزمالك اعلن عنها لغايه دلوقتي، واللي موجوده في مواقع رسميه كتيره جدا، وان انا جايب مصادري كلها في الفيديو ده من مواقع رسميه بتتكلم على فعلا عن الزمالك، مش مواقع اي كلام. طب فخلينا نبدا بقى بسرعه الفيديو. اول حاجه في صفقات الزمالك، في صفقات خلينا نقول السلبي الاول، وان في صفقات كتير فشلت، زي صفقة بن شرقي اللي تم الإعلان عنها من كام يوم إن هو راح رسميا الريان القطري لمدة موسم واحد، وصفقة البركاوي اللي برضه راح الريان القطري. فالصراحة صفقة بن شرقي كنت محتاجينها كفريق زي الزمالك. كنت محتاج لاعب زي بن شرقي، حتى لو انت عندك لاعب دلوقتي في المركز بتاعه زي مصطفى شلبي، لعيب ان انا بدعمه من اول ما جه الزمالك، من ايام ما كان مصطفى شلبي سيء في الزمالك، وانا بدعم مصطفى شلبي جدا. مصطفى شلبي هو لعيب كويس جدا، كواليتي عالي، واعتقد ان الموسم ده هيبقى الكواليتي بتاعته اعلى واعلى. ولكن انت كنت محتاج برضو اسم زي بن شرقي، اسم كبير جدا زي بن شرقي الصراحه، ولكن الصفقه فشلت اعتقد بسبب كبير. هو ما تمش الاعلان ايه سبب فشل الصفقه، ولكن هو اعتقد من وجهه نظري وهو الفلوس اللي كان محتاجها بن شرقي، واللي الزمالك كان واقف على مبلغ معين، وان انا اللي كنت اصلا ساعتها لما كنت بسمع المفاوضات ان انا مع الزمالك مش مع بن شرقي، ومع المبلغ اللي كان طالبه اللي كان زياده شويه. لما اتكلمت في بودكاست عن زملكاويه انا وعمر علام ان احنا صفقه بن شرقي هتبقى مهمه وكل حاجه، ولكن المبلغ كبير جدا مطلوب في بن شرقي. خلي بالك ان بن شرقي مهم وكل حاجه، ولكن انت ما تعرفش بعد غياب سنتين عن الزمالك مستواه هيكون عامل ازاي. خليني اكلمك كمان على صفقه مهمه شويه، وهي صفقه، هي مش صفقه، هي كلام اشاعات طلعت والناس ما كانتش مصدقاها خالص، وانا ما كنتش مصدقها وما كنتش مصدقها ومش مصدقها لغايه دلوقتي. ولكن بيقول لك في كلام شبه بسيط مع اللاعب سيرغو راموس. هتقول لي سيرغو راموس مين اللي جه الزمالك؟ اقول لك ان سيرغو راموس دلوقتي هو فري ايجنت، هو لاعب حر بدون نادي. ففي كلام طبعا، راموس عمره خلاص، يعني الفتره دي لعيب كبير جدا، خلاص مستواه خلص، فما فيش نادي في اوروبا هيكون محتاجه زي ما كريستيانو عمل وراح الدوري السعودي. فراموس جاي له عروض من الدوري الكويتي والدوري الاماراتي، واللي اتكلم فيها اون تايم سبورت، وكلموا ان راموس في زي كلام مبدئي ان الوكيل في الزمالك او الاداره حاطه وكيل ليها ان هو يجيبوا لهم لعيبه فري ايجنتس، لعيبه حره. وفي كلام اتقال على راموس، وفي تم كلام ما بين الوكيل ده وما بين راموس ان هو يجي نادي الزمالك. وطبعا عارف راموس ان هو مش هياخد حتى نص المرتب اللي كان بياخده بره. وراموس لو جه الزمالك او لو في كلام، فهم اتكلموا على 6 شهور فقط ان هو يجي يلعب ماتش السوبر الافريقي. طيب بمناسبه ماتش السوبر الافريقي، فان شاء الله خلال قبل مباراه السوبر باذن الله هيكون في بودكاست قعده زملكاويه، ولو ما كانش في بودكاست قعده زملكاويه ممكن يبقى في حلقه انا هتكلم فيها، ولكن بنسبه كبيره ان شاء الله هيبقى في بودكاست قعده زملكاويه هيتكلم بس عن موضوع الزمالك والاهلي في السوبر الافريقي. ان شاء الله هينزل قبل اخر الشهر 9، قبل مثلا المباراه بحوالي 7 ايام او 10 ايام. طيب نشوف على الصفقات، واول صفقه معانا وهي صفقه من المغرب زي ما اتكلمنا على بن شرقي، وهي صفقه بنتاج. صفقة بنتايج بعيدا عن التقديم وبعيدا عن اي حاجة، واللي هتكلم عليه في اخر الفيديو، وزي صفقات يناير لو تفتكروا انا عملت فيديو اتكلمت ازاي ان التقديم كان سيء جدا لنادي الزمالك، فهنتكلم على التقديم في الاخر. ولكن صفقة بنتايج هو لعيب ما تفهمش، يعني الصفقة فجأة انا لقيتها اتعلن عليها. طبعا تيم السوشيال ميديا الغريب جدا للزمالك اللي حط من 9 بوستات لصفقة بنتايج بطريقة غريبة جدا، اكنك جاب كريستيانو رونالدو معاك في الفريق. صفقه غريبه جدا. بنتاج هو لعيب ظهير ايسر، لعيب كويس، يعني انا من وجهه نظري حتى لو التقديم كان وحش او اللعيب جه فجاه او بتاع، احنا ما نقفش ضده. اللعيب في الاول والاخر هو لبس تيشرت نادي الزمالك، تيشرت او لوجو النادي اللي انت بتشجعه كواحد زملكاوي، فما ينفعش ان لعيب يجي لك تنتقده الا لما تشوف مستواه.
شوف مستوى اللاعب ده عامل ازاي في المباريات الرسميه، ومش من اول مباراه، من اول بعد 10 15 مباراه ابدا احكم على اللعيب. في لعيبه بتظهر بعد موسم، عندك دلوقتي نجم زي احمد السيد زيزو، لعيب احسن لاعب في مصر بدون اي اختلاف. واحمد السيد زيزو كان اول موسم ليه او اول موسم ونص ليه كان سيء جدا مع الزمالك. فالنهارده بكلمك في معمول انتاج لعيب كويس، لعيب ظهير ايسر. طبعا في صفقات ظهير ايسر هنتكلم عليها كتير بسبب طبعا ازمه فتوح، ربنا يفك كربه. فتوح اللي انا زعلان عليه جدا جدا جدا، وان شاء الله في الجلسه الجايه يوم 14/9 يكون المشكله اتحلت وحصل تراضي مع اهل المتوفي، ربنا يرحمه يا رب. يكون حصل معاهم تراضي عشان تبدا ان فتوح ده يرجع، وطبعا هتبقى ازمه كبيره جدا بسبب فتوح. واعتقد ان حتى لو فتوح تم، طبعا الزمالك قيده في السوبر الافريقي، ولكن حتى لو فتوح تم الافراج عنه خد براءه، ما اعتقدش ان هو هيقدر يلعب ماتش السوبر الافريقي لان هيبقى قبلها ب 10 ايام. واعتقد نفسيه فتوح مش هتكون احسن حاجه لفتره طويله. طيب قلت لك صفقه بنتاج، خلينا نشوفها، خلينا نشوف الزمالك هيعمل ايه مع بنتاج. خلينا نشوف بنتاج. طبعا شفناه في الماتشات الوديه، جاب جول من ضربه جزاء، لعيب ظهير ايسر كويس. عيبه بس شويه ان من سجله كده حصل له حوالي اصابتين ثلاثه يمكن اثروا عليه كتير. نشوف فيديوهات بنتاج ومش عارف ايه، انا ما بقتنعش باي لاعب تحط لي فيديوهات من الاخر، يعني تحط لي فيديوهات اللي مش عارف لمين لمين لمين. دايما اشوف اللعيب في الملعب وهو لابس تيشيرتي في الدوري ده عامل ازاي. في لعيبه بنشوفها كتير حتى في الفرق المختلفه. عمرو السيسي يمكن عمل الموسم اللي فات ماتشات حلوه جدا مع فيوتشر، وخد مان اوف ذا ماتش في اكتر من مباراه، مقارنه ان عمرو السيسي كان في الزمالك من اسوأ اللعيبه في النادي. فدايما ما قارنيش اللاعب ان هو كان في الفريق ده كويس فهو يبقى الفريق ده كويس. طيب كده عندنا صفقه الفلسطيني عمر فرج. الصفقه دي يمكن هي الاحب الى قلبي، لان عمر فرج كان النادي الاهلي بيحاول يعمل معاه مفاوضات، والمفاوضات دي فضلت اكتر من شهرين، وكان في مشاكل، وفجاه الزمالك بيخش وبيخطف عمر فرج. مش هنقدر نقول ان هو خطفها من الاهلي، ولكن ان الاهلي على الاقل كان حاطط عينه عليه، والزمالك قدر ان هو يخطف عمر فرج ويبقى في نادي الزمالك عمر فرج اللي بيلعب سترايكر، المركز اللي انت محتاجه جدا. دلوقتي انت في الوقت اللي بكلمك فيه انت عندك 3 سترايكرز، وهم سيف الدين الجزيري، سامسون اكانيولا، وناصر منسي. طبعا ترتيبا كده لو جينا نرتبهم من اقل للاعلى، من الاعلى للاقل، فهنقول الجزيري، سامسون، وناصر منسي. ناصر منسي اللي اعتقد بنسبه كبيره هيمشي من نادي الزمالك، لو ما مشيش هتبقى مشكله كبيره. ان ناصر منسي لو بعته دلوقتي لنادي في الدوري المصري زي البنك زي اي نادي هيجيب لك فلوس كويسه. سامسون اكينيولا ان انت ممكن تطلع بيه اعاره، او ممكن توديه، او ممكن تبيعه وتستفاد من فلوسه. عندك لعيبه كبيره جدا ممكن تستفاد من فلوسها. عايزين نسمع كلمه ثانك يو لسامسون اكينيولا واشرف رؤى، سمعنا له كلمه ثانك يو، وسامسون اكينيولا وناصر منسي من اللعيبه دي. طيب الجزيري عندك دلوقتي هو راس الحربه الاول في الفريق، لعيب برضه. الجزيري دايما بحس ان هو محتاج يقوي نفسه شويه، محتاج شويه فينش، محتاج يبقى عنده قوه اكتر من كده. الجزيري عنده كذا ميزه، ان هو يعرف ياخد لك ضربه، ازاي يعرف يفك لك ماتش متعقد زي ماتش الاهلي، ولكن برضه من وجهه نظري دايما بقول ان هو مش مهاجم نادي الزمالك. لكن النهارده انت تعاقدت مع عمر فرج، لعيب فلسطيني سترايكر كبير جدا، سترايكر راس حربه. من الفيديوهات اللي انا شوف بعيني ما بقتنعش بالفيديوهات، بس على الاقل لو شفت الفيديوهات اللي فاتت لا هو لعيب كويس، لعيب يقدر يأدي لك في الملعب بشكل كويس. عندك صفقه اللي حصل عليها قلق كبير جدا، وهي بوبينزا. اسمه بوبينزا، مش عارف اقول اسمه بس اسمه بوبينزا. بوبينزا حصل عليها قلق لان طبعا بعد ما اللاعب تم الاتفاق بشكل رسمي وخلاص البطاقه الدوليه هتوصل، اللاعب قفل تليفونه، وحتى الان قافل تليفونه. ليه؟ لان حصل شويه كلام من الاعلام ومن الوكلاء، بعض الوكلاء، ان نادي الزمالك ده هو نادي بسمعه سيئه، وان هو ما بيديش مستحقاته للعيبه، وان هو عنده كذا مشكله للعيبه اجنبي. وتم التواصل، والصراحه دي حركه ذكيه جدا من الاداره، عملوا حركتين اذكياء جدا في الموضوع ده، ان هم تم التواصل مع اللاعب ووكيله وقال له ان الكلام ده كان في المجلس القديم، ودلوقتي اللعيبه كلها واخده مستحقاتها، وان مفيش اي مشاكل في المجلس الجديد، وان زي ما قلنا ان المجلس القديم كان عمل لنا مشكله. حتى الان لغايه وقتنا هذا نادي الزمالك بيدفع مجلس، يعني انت حتى لو فكيت كل الفلوس اللي كان سايبها لك المجلس القديم والمشاكل الكبيره، انت برضو لسه عندك كلمه السمعه اللي قعدت حوالي 10 سنين بتتقال عليها كلام سيء جدا من الاداره القديمه ومش عايزين نتكلم عليه. طيب زي ما قلت لك صفقه بومنزا تم التواصل مع اللاعب، وان النادي دلوقتي بمجلس اداره جديد، مفيش الكلام ده، ومفيش ان احنا ما بنديش مستحقات، وفعلا اللعيبه اللي عندنا الاجانب كلها واخده مستحقاتها. فاللاعب طبعا لسه في شويه مشاكل، ولكن اول ما البطاقه الدوليه وصلت لنادي الزمالك، نادي الزمالك عمل حركه رسميه جدا، عمل حركه كويسه جدا. حتى لو اللاعب مفيش تواصل معاه، او اللاعب مش عارفين هيجي مصر امتى عشان يوقع العقود، تم الاعلان ان وصول البطاقه الدوليه للاعبنا بوبينزا. والبوست ده خلى يقول لنادي الزمالك او لجماهير الزمالك ما تخافوش، اللاعب كده كده معانا خلاص، ادام البطاقه الدوليه دخلت نادي الزمالك انسى ان اللاعب ده يمشي. وطبعا ان اللاعب يتواصل معاهم قال لهم ان هو عايز ياخد نص على الاقل. طبعا اللاعب جاي بقد ايه؟ خليني بس اقول لك، اللاعب جاي لمده 3 مواسم
ب 600,000 دولار، بجانب البونس اللي بيوصل لغايه 300,000 دولار على حسب الاهداف والاجوان والبطولات وكل الكلام ده كله. ف 600,000 دولار. فحب بيقول ان اللاعب ياخد حوالي مقدم العقد او ياخد مبلغ كبير عشان يضمن مستحقاته، وان هو مش مستعد ان هو يقعد اكتر من 3 شهور ما بياخدش مستحق. كل الحق طبعا للاعب، واللاعب عنده حق في كل الكلام ده، ولكن خلاص اللاعب بوبينزا رسميا في الزمالك. انسى بوبينزا ده، لو فين هنجيبه؟ خلاص اللاعب بقى رسميا في الزمالك. بعد كده عندك صفقة لاعب محمد حمدي، لاعب انبي الظهير الايسر ايضا، اللي تعاقد مع نادي الزمالك لسه حالا من شويه، تم الاعلان عليه ولسه منزلين صوره ليه مع كابتن حسين السيد، ان اللاعب رسميا بقى اعاره سنه للزمالك باولويه الشراء المحلي. يعني ان الزمالك ليه الاولويه ان هو يشتريه، حتى لو عرض مبلغ، مثلا الاعاره دي خلصت وهو الزمالك عرض مبلغ مثلا اقل مثلا والاهلي عايز يشتريه وعرض مبلغ اعلى، لا الزمالك ليه اولويه الشراء، وان اللاعب ما يقدرش يقول حاجه ساعتها. فاللاعب جاي من امبي. اللاعب انا بتابع الدوري المصري، يمكن عارف ان اللاعب ده لعيب كويس جدا، ظهير ايسر، ونادي امبي يعني كمان ايه، هو عايش الدور شويه، ادارته ان هي بيطلبوا مبالغ عاليه قوي في اللعيبه، وكانوا طالبين 15 مليون و20 مليون والكلام ده، ولكن هو عنده بيطلع لعيبه كويسه وشفنا كتير. النهارده انت عندك تعاقدت لغايه دلوقتي مع بوبينزا، عمر فرج، بنتايج، محمد حمدي، كل دول 3 اجانب، او ممكن اعتقد بنتايج يعتبر اجنبي، اعتقد ممكن عمر فرج فلسطيني يتسجل مصري مش عارف. وعندك محمد حمدي لاعب امبي، اتعاقدت مع واحد محلي و3 اجنبيين. فالصراحه صفقات لغايه دلوقتي ماشيه كويس، لسه في صفقات تاني. كمان تجديد زيزو اللي مش عايز اتكلم عليه، خلينا بس في حلقه الصفقات النهارده بس. النهارده انت خلاص جبت 4 صفقات، يمكن يعني انت برضو لسه، احنا عارفين ان لسه في صفقات، واعتقد ان كمان كذا يوم هيتم اعلان على كذا صفقه ايضا للزمالك. الزمالك الاداره بدات تمشي شويه على الطريق الصحيح. وده كان كل حاجه اقدر اقولها لك في فيديو النهارده وعلى صفقات نادي الزمالك. ما تنساش تقول لي في الكومنت ان الفيديو عجبك، نزل فوت على يوتيوب. لو حابين ان احنا نعمل محتوى برضه، هنعمل حلقه ممكن كده كل اسبوع او حلقه على الاقل في الشهر، ان احنا نتكلم على قصه مختلفه. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك ان انا هعمل فيديو طويل شويه، هتكلم فيه مثلا مره على قصه نادي الزمالك في كذا، في الدوري اتكلم على قصه مثلا الدوري المصري كان حاجه كبيره جدا 2019 2015. اتكلم مثلا على زمان مثلا على مدرب اسمه ديف ماكاي، اللي كان ديف ماكاي ده مدرب الزمالك للناس اللي مش عارفاه. اعمل قصص عامه لو انتوا حابين على الكلام ده، على الكره المصريه عامه بشكل عام، على الاهلي، على المنتخب، على حتى الكره الاوروبيه، واعمل قصص وانا اللي اطلع اتكلم في فيديو. فلو حابين هسيب لكم فوت كده على يوتيوب في المنتدى، هسيبه لكم وانتوا تقدروا تقولوا او لا. وبس كده، كل حاجه اقدرها لك في فيديو النهارده. وما تنساش تعمل لايك وشير بس كده. سلام.